السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالمتتبعين ديال الأمنية المكنسية. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. سمحوا لي بزاف طلبت عليكم في الوصفات ديال رمضان، كنت شوية مريضة، الله ينجيكم والله يشفي كل مريض. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الحريرة ديالي الطبيعية البلدية 100% اللي ما فيهاش كاع المواد الحافظة بدون حك ولا حتى شي حاجة. وغادي نشارك معكم واحد المملحات، واحد الخبزات معمرين كيجيو رائعين وزوينين وهشاش. غادي ندوزو على بركه الله المقادير والطريقه. الحريره ديالي هنايا كتكون من هادشي اللي عندي. الطريقه ديالي انا تجيني زوينه بزاف. هنايا عندي الحمص راني فزقته، غادي نديرو هنايا في هاد كل واحد شنو كيقول له. كاين اللي كيقول له الحوار، كاين اللي كيقول له الحماس، كاين اللي كيقول له القدوح. المهم انا كنقول له هذاك الحماس. غادي ندير هاد الخيزويات جوج هنايا، غادي ندير هاد البصله. وسمحوا لي واحد الطريف تاع المكور انا غادي نجيبو من الثلاجه مازال ما نسيتو. هنايا غادي ندير جوج معالق صغار عامرين ديال الخرقوم، وغادي ندير جوج معالق عامرين ديال السكينجبير. بصراحه كتجي بنينه وكتجي زوينه بزاف. حتى الطريقه اللي كندير انا هنا غادي ندير معلقه صغيره ديال البزار شي شويه، كتجي زوينه بزاف. ان شاء الله جربوها بهذه الطريقه اللي انا غادي نشاركها معكم. هنا كاين القزبر حبوب مدقوق صافي. الملح انا ما كنديرش، كندير غير واحد شويه باش دغيا كيطيب ليا الحمص صافي. الغليره عندي طايب كيغلي، غادي نمرقها وغادي نديرها طيب فوق البوطه ان شاء الله. وغادي ندير زيت العود، هي اللي نسيتها كيف كانت حدايا. غادي ندير دابا جوج معالق ديال زيت العود صافي. دابا غادي نديها طيب. اما بالنسبه للقزبر والكرافس والمعدنوس، اكبر غلط اللي كنديرو شحال هادي انا كنت كنديرها هي ان كنديرو في الاول هنا كيطيب القزبر والمعدنوس والكرافس. هذا الربيع هو اللي كندورو به الحريره مع الطحين. المطيشه غادي نقطعها وغادي نديرها تسلق، نسلقها بوحديتها ان شاء الله. هنا عندي كيلو ونص ديال المطيشه. هانتوما غادي تشوفوا الحريره ديالي غادي تجي حمراء، ما غاديش تجي بيضاء ولا شي حاجه، ولكن غادي تجي بنينه بنينه بزاف بلا لحم بلا حتى شي حاجه. الحريره ما خصهاش دار فيها اللحم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما مرقت الحريره ديالي دابا غادي نردها طيب غير هذا الخضار اللي كاين والحمص والعطريه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما درنا الحريره قطعت المكور حتى هو درتو مع هذا كيطيب، ودرت مطيشه كطيب. دابا غادي ندوزو لهاد المملحات هادو، هاد الخبزات المعمرين. هنا عندي في حبه ديال الفلفله وحده كبيره خضراء، عندي جوج حمر، عندي جوج بصلات وجوج خيزويات، وعندي واحد الطرف ديال المكور نسيت ما حطيتوش حتى هو غادي نديرو في العماره. النسبه كما قلت لكم غادي نعطيكم داكشي اللي هو يكون رخيص وبسيط نظرا لهذا الغلاء اللي كاين. نشوفوا دابا المكور رخيص غادي نقوم من المكور ومن الخيزو لان رخيص شويه. الفلافل راهم غاليين والبصله غادي نديرو منهم غير شويه. البصله هي الحاجه دابا. البصله دابا هي الحاجه. ملي تيكون الفلافل رخاص والبصله راه كندير 3 من هادو، تندير 3 تندير 4 ديال البصلات، وكنحيد خيزو كنحيد المكور. المهم دابا هذه هي الحشوه اللي عندي 4 ديال الكفته. ما بغيتش نبدا من الثلاجه حتى نبغي نطيبها. بالنسبه للعجينه عندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي 200 غرام ديال داك السبيسيال، عندي 2 معالق ديال الحليب المجفف حليب غبره، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه ديال السنيده، وعندي معلقه صغيره ديال خميره الخبز على حسب الجو، وعندي الملحه، وعندي هنايا ربع كاس ديال الزيت. الا ان العجينه ديالي ما غاديش نعجنها دابا، ملي غادي نشحر هذا الشيء ان شاء الله ونخليه يبرد غادي ندوزو للعجينه ان شاء الله. دابا غادي نقطعوا هذا الشيء كله، غادي ندوزو في الهاشوار، فلفله البصله كل شيء. درت واحد المعلقه ديال الزبده، ودرت واحد شويه واحد الريس ديال الثومه، غادي ندير شويه ديال الزيت الحمراء حتى ما 2 معالق. راه كتشوف لكم كيبان لكم راه بزاف ولكن راه ما كاينش بزاف. الزيت الحمراء الناس الجداد اللي عاد دخلوا يعني ما عارفين شنو هي الزيت الحمراء، هذه غير التحميره ولا الشاوميه ولا البابريكا. تندير فيها الزيت وكنفضها مزيان وكنخليها صافي، وكنبقى نطيب بها المملحات. المملحات القطنيه عوض ما ديروا داك الشاوميه ولا التحميره ولا البابريكا، عوض ما ديروها غبره كنديرها انا هكا باش كتعطيني اللون مزيان.
ما كيجيش داك اللون مخوض. صافي غادي نفس الطريقه غادي ندير الفلافل حتى هي خيزو غادي نحكو، والمكور حتى هو غادي ندوزو في هاشوار. صافي من بعد ما الخضره ديالنا نزلات غادي نديرو الجزر، لان الخيزو خصو يكون هو الاخر باش ما يطلق لكمش الماء. وغادي ندير هاد الكفته واللحم المفروم، كل واحد على حسب، ماشي ضروري تكون عندكم 250 غرام ولا رابعه ولا الله يعملها ما تكون هي 100 غرام، غير ديروا البنه وصافي. دابا غادي ندوز ندير التوابل. غادي ندير الزار، ندير شويه ديال السكينجبير، غير شويه ماشي بزاف. هاد شويه الخرقوم، هاد المملحات ما كيبغوش معاهم فيهم العطريه بزاف، العطريه كتكلف ليهم المذاق ديالهم. غادي نديرو شويه ديال البزار القزبر، عفوا القزبر. صافي وغادي ندير الملحه. الملحه كتبقى على حسب الذوق، لا كنديرو كنذوقو. غادي وما ننساوش الحار اللي هو ضروري خصو يكون، الا ما كانش الحار شي حاجه ما كاينه والو. صافي غادي نبداو نشحروه دابا حتى تشحر لينا مزيان ان شاء الله، وغادي نرجع معكم العجينه. صافي من بعد ما تشحرت لينا هذه مزيان وما بقى فيها لا ما لا والو لا يبان، دابا غادي نسيت انا ما قلت لكمش عندي واحد المربع ديال الشعريه الصينيه، هو اللي غادي يجمع لينا داك الشيمه ولا شي حاجه. غادي نشحروها، من بعد غادي نديرو الفرماج الاحمر غير شويه، غادي نشحرها واحد الدقيقه ولا دقائق. صافي غادي ندير الفرماج وغادي نطفي بها. صافي من بعد ما شحرنا مزيان وطفينا عليها غادي نزيدو واحد شويه ديال الفرماج، كيسو شويه، راه كاين شويه الفرماج راه ولا غالي. غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر او الاوريغانو، على حسب الدول العربيه كتسمى اوريغانو، هي باللغه العربيه. صافي غادي نخلط شي شويه. انا طافيه دابا البوطه، الفرماج كيعطينا واحد التعليكه زوينه لهاد العماره هذه مع الشعريه الصينيه، كتجي واحد المذاق مع الزعتر، كتجي واحد المذاق رائع اكثر من رائع. صافي دابا غادي نطفيها وغادي ندوزو للعجينه ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش نعجنو. درت هنا واحد نص طاشيه ديال الخميره، غادي ندير شويه الماء على الخميره المعجونه. دائما صبطوا هاد الخميره المعجونه هي الاولى، ديروا لها شويه الماء باش ما كتعلقش لكم. بسم الله. الماء راه عندي دافي. غادي ندير الزيت. صافي كنعجنها. في الاول كتخلي شويه مرخيه، علاش؟ لان داك الفينو راه كيشرب شويه الماء. الا خليتوها جاريه خليتوها قاصحه غادي تعذبكم، ما غاديش تعطيكم الطوع باش تعجنوها باش تخدموها. حاجه كاع اللي فيها الفينو دائما ديروها مرخيه من الاول. صافي غادي نعجنها مزيان وغادي ندلكها حتى تنسجم ليا مزيان ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. المهم انا حيدتها من ديك الباسينه، داك البانيو، باش نبرد فيها قلبي هنايا ونطلقها مزيان. كاع ما قنعتني العجينه ديال البانيو. اول مره اليوم كنعجن معكم بيديا. صافي غادي نخليوها واحد جوج ديك 5 ديال الدقائق، غير شويه د القراصه وغادي نقطعها. صافي دابا من بعد ما ارتاحت لينا، انا عبرتها لقيت فيها كيلو و300 غرام، بغيت نفرقها على 5. غتجيني كيلو 400 لقيت فيها، غادي نفرقها على 5. غادي ندير 300 غرام في الوحده. غادي نقطعها. هي تجي شويه اقل، تجي بحال 275 غرام بحال هكا تجي. انا هي بغيتهم يجيو مقادين وصافي، هما غادي يجيو شويه كبارين. صافي غادي نقطعهم بحال هكا، غادي نديرهم على شكل قريصات، غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق عاد نزورقهم. صافي من بعد ما طلقوا لينا مزيان هنايا طرخاو. دابا غادي ندوز. انا ما بغيتش ندير لهم الدقيق من الداخل باش ما يديروش، باش ما يجيوناش شويه قاصحين.
هما راه مرخيين شي شويه، غادي نورقهم غير بالخاطر. انا كنورق هاد الجنيبات اللي بنا مزيان باش ملي نجمعهم ما يجمعوليش فيهم راك الطحين يكون فيهم العجينه بزاف. صافي غنخليها الوسط عامر. بالنسبه للمعدنوس غادي تشوفوا دوك حبيبات خضر راني مقطعه حاطه حدايا، نسيت ما ذكرتوش لكم حتى الاخر. دائما انا هذا الربيع كنخليه حتى الاخر عاد تنديرو، علاش؟ باش كيعطينا ديك البنه زوينه. صافي دابا غادي ندوز باش نسدها، كنجمع بحال هكا. حاولوا ما تخليوش العجينه في الوسط، ما تدخلوهاش لداخل. انا غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا. كتجمعوها كتخرجوها بحال هكا، في الاخير كتقطعوها. وراه ما غاديش نلوح ديك العجينه، راه مازال غادي نخدم بها. ندير شويه ديال الفينو، ولا شفتوها تحلت لكم من تحت شي حاجه، انا شفت فيها شويه ديال النفس، غادي نخرج داك الهواء اللي فيها، عاد غادي نعاود نسدها. صافي غادي نورقها يعني باش نقطع الفيديو. غادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير ليها. هذاك الهواء اللي فيها راه ما تديروش، راه غادي نشدو، غادي نخرجو باش داك الكوردو غادي نبقاو بشي دقيبه في الجنب باش غادي يخرج، باش ما يتنفخوش ليا ويطرطقوا. صافي هكا. عندي هنا بيضه درت لها شويه ديال الخل، وغادي ندهن هاد الوجه ديال هاد الخبيزه هادي كامله مع الجناب كامله. الفران دائما في هاد المملحات بحال هاد الخبيزات اولا الملح دائما خصو الفران تكون العافيه مهيله بزاف. كون ما كانت العافيه مهيله كون ما كيتحمر لينا الخبيز ديالنا وكتدخلوا الطياب حتى لداخل. دابا غادي تجينا العمليه الثانيه. غادي نحط هاد شويه ديال الفينو هنايا باش غادي نقلب هاد الخبيزه ديالي هنا باش تهز لي داك الفينو من التحت في الوجه ديالها باش كتجينا مقرمشه. عندي هنا واحد الصينيه اللي فرشتها بالكاغي، ها نتوما كيفاش. صافي غادي نحطها هنايا. دابا ما غادي نقرصها، ما هو صافي غير غادي نقادها هكا مع الجنيبات وغادي نخليها. الا شتي بلايصه هنايا ما فيهاش ما هزتش داك الفينو غادي نديرها ونعاود غادي ندردر ليها شويه. صافي جربوهم بهذه الطريقه ان شاء الله وردوا عليا الخبار. صافي غنخدم بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. غادي ندخلهم الفران يطيبوا. الحراره دائما على 180 درجه ديال الحراره بحال كنطيبوا الكيك، غنخليهم يطيبوا على خاطرهم وغادي نخرجوهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، هنايا مطيشه طحنتها وصفيتها من بعد ما سلقتها شويه ماشي بزاف، شي 5 دقائق. حيدنا ديك الزريعه دوك القشور، هذا هو اللي ما كيخليش الوليدات الصغار يمشيو يشربوا الحريره. من الاحسن تصفيوها. الخيزو والبصله اللي كدرتهم تيتسلقوا ها هما مع الحريره، ها هما طحنتهم كما كتشوفوا. الحريره ديالنا هي كتطبخ. دابا غادي ندوز ندير مطيشه. ها هي، وغادي ندير هنا عندي الكرافس والمعدنوس. اما القزبر ها هو خليته هنايا غنديرو هو الاخر. تبقى ليا 5 ديال الدقائق غادي نطفي على الكوكوط. صافي وغادي ندير هاد القزبر. انا عينيا كبيره عمرت القدو حتى غادي يبدا يفيض. دابا غادي ندير باش غادي ندورها انا بالخميره البلديه، ما غاديش ندورها بالطحين عادي. الصراحه الخميره البلديه كتعطيها واحد الذوق اللي هو زوين بزاف، كتزيد تتحسن من المذاق ديالها. جربوها ان شاء الله وردوا عليا الخبار. نتوما صافي بلا ما ديروا لا حك لا والو. ها نتوما الحريره هي حمراء للناس اللي كيبغيو الحريره حمراء. هنا عندي الخميره البلديه ها هي هنايا. نجيب شي معلقه حاجه باش نحركها. الخميره البلديه كتعطيها مذاق رائع، ماشي فوق رائع وفوق مزيان.
غادي نقص شي شويه، يمكن ندور شي طاوه اخرى. المهم غير كنخلطها تقاد ليا صافي، وغادي نقص منه شويه باش ما يفادليش على البوطه. صافي دابا غادي نخليوها طيب حتى طيب لينا هذا الطحين مزيان، وان شاء الله عاد غادي نرجعو باش نديرو القزبر. كيف ما كتشوفوا الحريره ديالنا ها هي وجدات. من بعد ما درت داك من دورتها وداك الشيء خايطه كطيب حتى طابت مزيان، رميت القزبر تا هو درت دوزو في الهاشوار ورميتو هنايا. كتبقى الريحه ديالو زوينه ومجهده بزاف. صافي الحريره ديالنا هي هذه، غادي نطفيو عليها دابا. صافي غادي نوريكم الحموره ديالها كيفاش جايه دايره. انا ما كنديرش فيها الشعريه، تنبغي نخلي الحريره، تنبغي نخليها حريره فعلا، ماشي حريره فيها الشعريه فيها هذه. وعندي جوج انواع ديال الحريره انا كنستعمل وجوجهم صحيه ان شاء الله. الحريره الثانيه، الطريقه الثانيه غادي نتشاركها معكم في اقرب وقت. غير تسالى ليا هذا القدوح هذا غادي نتشارك معكم الحريره الاخرى ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ودابا غادي ندوزو للخبيزات ديالنا نشوفهم حتى هما كيفاش جاو رائعين وجاو زوينين ومقرملين. الخبيزات ديالنا هما هادو كيف ما كتشوفوا. الصراحه انا راه ممكن نقسمهم على 8، ولكن كيعجبني ندير حاجه كبيره. العوض اللي غادي نلوي 8 نلوي 4 من الاحسن. غادي ندوز نقسم معكم واحد وحيده. راه قلت لكم الطياب هو اللي زعما خصكم تحافظوا على الطياب، طيبوه مزيان ولا العافيه تكون مهيله. بسم الله. الخبيزات ديالنا هي هذه كتشوفوها عامره وما فيهاش العجينه ما فيهاش. هذيك اللويه الثانيه جايه شويه ما كبيراش، يعني ما غليظاش بزاف. والا بغيتو ما يجيكمش فيهم هاد البقاعي هادو، خليو العجينه غليظه. الا خليتو العجينه غليظه راه ما غاديش تجيب هذه حكه رقيقه. داكشي باش دار بحال هكا طلعت ليها المرقه ديال العماره. هذيك العجينه اللي كانت شاطليه، اللي كنت نقطع من تحت شاطليه، هي درتها جوج باكيطات. ايوا صافي وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. الا عجبكم ما تنساوناش من اللايك والاشتراك ديما بالقناه. كون ما كبرت القناه كون ما كتحفزونا باش نعطيو المزيد والمزيد من الوصفات الناجحه ان شاء الله. ما ديروش عليا والله الا راني مريضه، ما بغيتش نخليكم بلا شهيوات بلا والو. صافي هادو هما الشهيوات ديالنا اليوم ان شاء الله. وغدا ان شاء الله غادي تكون شي حاجه هي زوينه، كان عصائر ديسير، المهم بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين. صافي هادشي اللي كان. الحريره ديالنا هي هذه، وغادي كيف ما شفتوها قبيل غادي نعاودها معكم. هانتوما ها هي الحريره جايه رائعه وزوينه، والمذاق ما نقول لكمش عليه. وكنتمنى لكم التوفيق، وغادي نقول لكم السلام عليكم والى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله.